تخيل إن مخك اللي بتفكر بيه دلوقتي ممكن يتغير للأبد بسبب لحظة واحدة بس. 70% من البشر على الكوكب ده عايشوا اللحظة دي، وانت على الأغلب واحد منهم. قبل ما نبدأ عايزاكم تعملوا حاجة معايا. افتكروا أسوأ لحظة في حياتكم، اللحظة اللي لو تقدروا تمسحوها من ذاكرتكم كنتم مسحتوها من زمان. طب دلوقتي تخيلوا إن اللحظة دي مش بس ذكر، تخيلوا إنها بقت جزء من جسمكم، من كيمياء مخكم، من الطريقة اللي بتتنفسوا وبتناموا وتصحوا بيها. تخيلوا إن اللحظة دي سابت ندبة فيكم، ندبة مش بتروح، وده اللي بنسميه التروما. والنهاردة هنعمل حاجة غريبة شوية، مش هنتكلم عن التروما كمصطلح ترندي على السوشيال ميديا، هنتكلم عنها كعلم، كتاريخ، كظاهرة غيرت فهمنا للعقل البشري. هنرجع بالزمن لورا 150 سنة، لزمن القطارات البخارية والحروب العالمية والأطباء اللي كانوا بيعدموا الجنود علشان فاكرينهم جبنة. هنفهم إزاي مخك بيتغير لما تعيش حدث مرعب، وهنعرف هل التروما ممكن تتورث وتتنقل من جيل لجيل. بس الأهم من ده كله هنعرف إزاي ممكن نتعافى. يلا بينا. سنة 1865 في إنجلترا الفيكتورية، العالم كله كان مهووس باختراع جديد اسمه السكة الحديد. الناس وقتها كانت شايفة القطر كأنه معجزة. تخيل بدل ما تسافر من لندن لمانشستر في 3 أيام بعربية بيجرها حصان، بقيت توصل في 4 ساعات بس زي أي تكنولوجيا جديدة كان في تمن، والتمن هنا كان الحوادث. حوادث مروعة، عربيات خشب بتدخل في بعض بسرعة 50 كيلومتر في الساعة، ودي كانت زي سرعة الصاروخ وقتها. والغريب بقى، بعد الحوادث دي بدأ يظهر ناس كتير بيشتكوا من أعراض محدش فاهمها، تعب مزمن، أرق وكوابيس وألام في الظهر والرقبة ورعشة بين الإيدين. بس لما الدكتور يكشف عليهم ما يلاقيش أي كسور ولا أي جروح ولا أي حاجة خالص. شركات السكك الحديد طبعا قالت دول نصابين بيمثلوا علشان ياخدوا تعويضات، وطلعوا عليهم اسم ساخر، ليتيجيشن نيوروسيس، يعني عصابة تقاضي. وقالوا إن كل مرضهم علشان يرفعوا قضية ويكسبوا فلوس. لحد ما ظهر راجل اسمه جون إريكسون. إريكسون كان جراح بريطاني تقيل، درس الحالات دي بدقة، وفي سنة 1866 نشر كتاب اسمه عن إصابات السكة الحديد وإصابات الجهاز العصبي الأخرى، وقال فيه حاجة ثورية جدا: الناس دي مش بتمثل، دي إصابة حقيقية، بس مش في العظم، في الجهاز العصبي. وسمى الحالة دي ريلوي سباين، يعني العمود الفقري السككي. إريكسون كان لسه فاكر إن المشكلة ميكانيكية بحتة، إن خضة الحادثة بترج العمود الفقري، والحبل الشوكي رجة عنيفة جدا بتعمل التهاب أو تلف دقيق مش بيبان في الفحص العادي. كان غلطان طبعا، بس هو من غير ما يقصد فتح باب جديد خالص. لأول مرة في التاريخ الحديث حد بيقول إن الصدمة ممكن تسيب مرض حقيقي حتى لو مفيش إصابة جسدية واضحة، وده كان مجرد البداية. نعمل فاست فورورد حوالي 50 سنة. في أغسطس سنة 1914 العالم بيدخل في كابوس اسمه الحرب العالمية الأولى. الحرب دي كانت مختلفة تماما عن أي حرب قبلها، عشان لأول مرة في التاريخ التكنولوجيا الحديثة بتدخل ساحة المعركة. مدافع تقيلة بتقصف على مدار الساعة، وغازات سامة ورشاشات ودبابات. الجنود كانوا بيقعدوا في الخنادق لأسابيع وأحيانا شهور تحت القصف المستمر في الوحل مع الفيران والجثث، ومفيش نوم ولا أمان، ومفيش لحظة واحدة تقدر تقول فيها أنا في أمان. وبعد فترة بدأ يحصل حاجة غريبة، جنود فجأة بيتشلوا، ما بيقدروش يمشوا رغم إن رجليهم سليمة، وجنود تانية بيفقدوا النطق تماما، وجنود عندهم رعشة مستمرة في كل جسمهم مش قادرين يوقفوها، ونظراتهم زايغة كأنهم بيبصوا على حاجة بعيدة قوي مش موجودة. النظرة دي اتسمت بعد كده 1000 يارد ستير، يعني نظرة ال1000 يارد. في الأول القادة العسكريين اللي طبعا قاعدين في مكاتبهم المريحة بعيد عن الجبهة قالوا دول جبنة، دول بيمثلوا علشان يهربوا من القتال. وفعلا كانوا بيحاكموهم عسكريا وأحيانا بيعدموهم. أكتر من 300 جندي بريطاني اتعدموا في الحرب العالمية الأولى بتهمة الجبن أو الهروب من الخدمة. معظمهم كان عنده اللي هنعرف بعد كده إنه مرض نفسي، بس الحالات كترت بالآلاف، بل بعشرات الآلاف، وما كانش ينفع يعدموهم كلهم، فبدأ الأطباء العسكريين ياخدوا الموضوع بجدية. سنة 1915 دكتور بريطاني اسمه تشارلز مايرز نشر مقال في المجلة الطبية المرموقة ذا لانست، وفيه استخدم مصطلح جديد لأول مرة: شيل شوك، يعني صدمة القذيفة.
الاسم ده جه من الاعتقاد إن موجة الانفجار من القذايف بتعمل نوع من الارتجاج في المخ. بس بعد فترة مايرز نفسه لاحظ حاجة غريبة جدا. الأعراض دي كانت بتظهر على جنود عمرهم ما تعرضوا لقصف مباشر، مجرد إنهم كانوا في جو الحرب والرعب والموت المستمر كان كافي.